كل كلامك اليوم دكتور عن الحريات وعن الحقوق وعن حق الشعوب. حينما كتب شاعر قطري هو محمد بن الذيب قصيدة موجهة للنظام السياسي ودعما للثورات العربية، تم التعامل معه بشكل قاسي وتم سجنه مؤبد في المرحلة الأولى، وثم تم الاستئناف وحكم عليه في نهاية المطاف في 15 سنة. ألا يتناقض هذا الأمر مع الشعارات التي طرحتها حضرتك قبل شوي، أنه إحنا مع الحريات وإحنا مع كل هذا الأمر، ومع ذلك لم تتجاوزوا في قضية شاعر حتى وإن تضمنت إساءات؟ يعني أنا أقول حتى وإن تضمنت إساءات لم تستطيعوا أن تتجاوزوا مثل هذا الأمر. القضية اللي تتكلم عنها أنا أعتقد أنها بدل ما تسميها قضية الشاعر، أنا أعتقد أنه تطلق عليها قميص عثمان. كيف قميص عثمان؟ بقول لك ليش قميص عثمان. القضية اللي أنت تكلمت عنها قضية شخص ارتكب فعل يجرمه قانون العقوبات القطري. الشخص هذا لما جاء، وبعدين على فكرة ما له أي علاقة بقضية الربيع العربي وراح أجيك فيها بعد شوي. لما جاء الشخص هذا وجلب إلى الشرطة والنيابة بعد كذا، ونسب له كل التهم اللي ارتكبها بناء على قانون العقوبات القطري ويجرمها هذا القانون، لم ينكر ما نسب إليه. راح أحيل إلى المحكمة الابتدائية بعد النيابة أمام المحكمة، لم ينكر ما نسب إليه، معترف بكل ما نسب إليه. محكمة الاستئناف اللي مع الأسف الشديد نزلت بحكم المحكمة الابتدائية من مؤبد إلى 15 سنة، مع الأسف أنا لا أوافقها كنائب عام. محكمة الاستئناف لم تكن موفقة، جانبها الصواب في قضية، لأنه ما في مبرر في النزول. أنت على أساس تنزل بحكم من مؤبد من إلى 15 درجة سنة إلى درجة، يجب أن يكون عندك مبرراتك طيب القانونية. دكتور نفهم القضية. ما في مبررات. لحظة بس. عملية محكمة التمييز أيضا لما انتقلت لكن في نهاية المطاف أنا أقول لك هو حكم قضائي لا أملك إلا أن أحترمه، يعني رضيت أو ما رضيت في هذا الحكم. طبعا الادعاء منكم أنتم من النيابة العامة. نعم الوقت. يعني أنتم خصم هذا الشاعر أمام المحكمة. حن خصم كل من يخرج على القانون. طيب ممكن تفهمنا دكتور إيش الاتهامات؟ لأنه في لبس حول هذه القضية. هناك مجموعة قصائد، في قصيدة واحدة تتحدث عن الثورات وعن ثورات الربيع العربي تحديدا، والأمر يفهم كأنه هذه القصيدة. هل هي هذه القصيدة هي المشكلة، أم بينكم وبين الشخص مثلا قضايا أخرى لم يظهر للعلن؟ شوف ما بين أو للناس أنها هي أول حاجة ما بيننا كدولة وبين أي شخص أي مشكلة لسبب بسيط. احنا كدولة أكبر من أن نكون هناك قضايا بهذه الطريقة. القصيدة اللي نسبت إلى الثورات العربية تاريخها 2011. الشخص هذا كان مطلوب في النيابة العامة من قبل البحث الجنائي في وزارة الداخلية في 2010، كان فار من وجه العدالة على مدى 2 ليش؟ غير موجود في البلد. ليش؟ سؤال وجه له لأنه عرف أنه مطلوب. إيش القضية؟ القضية عنده قضيتين: قضية التحريض على قلب نظام الحكم، في كلام كان يقال وفي تسجيلات كانت تطلع، وكانت قصيدة ذم في الذات الأميرية. الجريمتين يعاقب عليها القانون، الأولى التحريض يعاقب عليها بالإعدام، والثانية فيها سجن أيضا. لكن عملية أن يعني يلبس الموضوع ثوب غير ثوبه عملية غير مقبولة. تقصد أنه تحويلها لمسألة حرية رأي لا تحويلها إلى مسألة أنه ثورات الربيع العربي. ثورات الربيع العربي الكل يريد أن يركب هذه الموجة. لا يا حبيبي، الشخص ارتكب فعل يجرمه قانون العقوبات القطري، عوقب بناء على ارتكابه جريمة معينة يجرمها القانون عندي، وانتهى الموضوع. طيب دكتور اسمح لي، عند هذا الحد يعني ما في أي جانب سياسي. الطعن في الذات الأميرية يعاقب عليه في دول كثيرة، طيب. لكن لا تصل عقوباته إلى قضية الإعدام. المسألة الأخرى أنكم تم تسييس هذه القضية بحيث أنها حولت إلى مسألة التحريض على الانقلاب أو الدعوة لانقلاب الحكم. هل القصيدة أيا كانت هذه القصيدة أو الشعر بشكل عام يحرض على الانقلاب؟ القضية لا تقف عند قصيدة. هناك هي القضية تحريض التهم اللي وجهت للشخص، التحريض على قلب نظام الحكم لا تدمجها في واحد. التحريض على قلب نظام الحكم، 2 السب في الذات الأميرية. القضية الأولى في حد ذاتها اللي هي التحريض على قلب نظام الحكم، على فكرة ترى لم نستخدم من كل القضايا اللي على الشخص إلا قضية واحدة أخذت هذا الحكم. يعني في قضايا أخرى لو استخدمت على هذا الشخص لأخذت أكثر من هذا الحكم، لكن اكتفينا بأنه يعني بقضية واحدة الأول الأساسية. القضية وجدت تفاعل. مفوضية حقوق الإنسان تدعو إلى إطلاق سراح الشاعر، الأمم المتحدة، هيومن رايتس ووتش، الحديث الشائع في الشبكات الاجتماعية، حتى أنه في تحدي اليوم، تحدي يعني حينما أعلنت عن الحلقة أنه نتحدى أن يعني كان الموضوع أصبح مخيفا أن نناقش مثل هذا الموضوع. لماذا أخذت مثل هذا الصدى الكبير؟ شوف، في قطر
يتحدى أو لا يتحدى أي شخص، لا يوجد لدينا سر، أي شيء نستطيع أن نقوله على الطاولة مثل ما قلت لك، وافتح أي قضية تريد أن تفتحها